السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب أخباركم إيه؟ من النهارده هنبتدي نحل شوية problem solving سوا. أول حاجة هتبقى معانا هي مسألة الcontains duplicates دي عبارة عن إيه؟ لو أنا عندي مجموعة أرقام جوه array وعايز أتشيك إذا كان في رقم منهم متكرر جوه الarray بتاعتي والّا لأ. طيب إزاي نحل المسألة زي دي؟ المسألة دي ليها أكتر من طريقة، هنبتدي بأول طريقة ونمشي واحدة واحدة لحد ما نوصل لأحسن طريقة. طيب إيه أول طريقة ممكن تيجي في دماغنا؟ أول طريقة ممكن تيجي في دماغنا اللي هي الطريقة البسيطة أوي، الbasic أوي، الnested loop، إن أنا يبقى عندي رقم ماسكه والرقم ده بيتشيك على باقي الأرقام. تعالَ أقول لك، لو أنا عندي array فيها الأرقام مثلًا من 1 ل4 حلو؟ طيب هل الarray دي فيها عندي duplicates؟ لأ، أنا كده خلصت. طيب إزاي بقى أحل المشكلة دي كcoding؟ إزاي أعرف أنا دلوقتي الarray فيها 4 عندي array بقى كبير، طيب إزاي أشيك؟ لو أنا عندي أول loop عندي اللي هي هتبقى الpointer بالنسبة لي، اللي هي الnested loop اللي إحنا لسه متفقين عليها، هنمسك فيها أول رقم، أول بالنسبة لي اللي هو ال1. لو أنا جيت قُلت ال1 هاتشيك هامسك ال1 في الloop الأولانية، هامسك ال1 في الloop الأولانية وأتشيك على كل رقم في الloop التانية، يعني أنا عندي الloop الأولانية ماسكة ال1 وال1 ثابت معايا، وهاتشيك في الloop التانية على كل رقم، هل ال1 موجود بيساوي أي رقم من دول والّا لأ؟ والاتنين نفس النظام والتلاتة نفس النظام، فده اللي إحنا هنعمله دلوقتي. طيب فأنا جيت في الloop الأولاني ماسك ال1 وجيت قُلت هل ال1 بيساوي الاتنين؟ فالواحد مش بيساوي الاتنين، يبقى الواحد لسه مكمّل معاه. طب هل الواحد بيساوي ال3؟ لأ، برضه الواحد مش بيساوي ال3. نفس الcase هل الواحد بيساوي ال4؟ لأ، الواحد مش بيساوي ال4. يبقى أنا الواحد عندي ما حصلش duplicate في الarray لحد دلوقتي. طيب، أمّا آجي أمسك دلوقتي الاتنين، طيب هل الاتنين بتساوي الواحد؟ لأ، مش بتساوي. ما طبيعي مش هتساوي الواحد، ما هو الواحد ما كانش بيساوي الاتنين، أنا ليه أصلًا هاcheck تاني على اللي قبله؟ فطبيعي إن أنا هاcheck بعد كده من أول الاتنين للي بعدها مش اللي قبلها، أنا لسه لإن كل اللي قبلها هو إحنا أكدنا خلاص إن هي مش بتساوي. طيب يبقى الموضوع ده خلاص مش هنعمله تاني. طيب هل الاتنين بتساوي ال3؟ مش بتساوي ال3. هل الاتنين بتساوي ال4؟ مش بتساوي ال4. نفس الcase برضه، هل ال3 بتساوي ال4؟ لأ مش بتساوي ال4. طيب الموضوع ده أنفّذه إزاي كcoding كفكرة؟ دي الفكرة ببساطة أوي. طب الموضوع ده أنفّذه إزاي كcoding؟ تعالَ أقول لك. طيب هتلاقي function اسمها مثلًا contains double. فأنا مثلًا عندي function اسمها contains double والfunction دي هتاخد الarray اللي إحنا لسه كنا بنتكلم عليها دلوقتي. فهي مثلًا هتاخد array هنسميها num. حلو؟ الfunction دي قُلنا هتعمل إيه، هيبقى فيها nested loop. الloop الأولانية تمسك الindex الأولاني وتبتدي تcheck على الباقي. طيب أعمل الموضوع ده إزاي؟ فأول حاجة هاcreate مثلًا عندي for loop هاcreate مثلًا الindex الأولاني هيبدأ من أول الindex الأولاني اللي هو 0 وطول ما هي num لحد ما نخلّص الarray بتاعتنا كلها ودي هتبقى incremental by 1 هنزودها ب1. الloop التانية قُلنا هتبدأ من أول فين؟ زي ما قُلنا أنا مش محتاج أcheck من الأول. أنا محتاج أتشيك من اللي بعد الرقم ده، فتبدأ من أول الindex اللي أنا ماسكه +1. تمام، فهمت الفكرة؟ هتبقى إزاي؟ يبقى الG عندي اللي هي هتساوي إيه، الindex اللي أنا ماسكه اللي هو بالنسبة لي دلوقتي الI +1. ده من أول الI +1. طيب لحد فين؟ لحد برضه الG تبقى أقل من الG. طيب وبرضه الG عندي incremental by 1. طيب إيه الشرط اللي إحنا قُلناه؟ إمتى الloop دي تُقف؟ إيه الشرط اللي إحنا قُلناه؟ الشرط إن إحنا قُلناه إن الواحد دي تبقى متكررة هنا. بمعنى لو أنا جيت مثلًا قُلت إن دي بدل ال4 دي في هنا 1. طيب لو أنا جيت أcheck دلوقتي في الواحد دي وأنا جيت دلوقتي أcheck على الواحد دي، هل الواحد بيساوي الاتنين؟ لأ، يبقى الloop بتاعتي هتكمّل عادي. طيب هل الواحد بيساوي ال3؟ لأ، يبقى الloop بتاعتي مكمّلة. طيب إمتى الشرط ده يقف؟ لو الواحد ساوت الواحد. هل الواحد بتساوي 1؟ أيوه، يبقى أنا كده الشرط بتاعي هنا هيقف. طيب هيقف إزاي؟ يبقى أنا عندي الindex رقم الأولاني اللي أنا ماسكه، اللي هو الI بالنسبة لي، بيساوي الvalue اللي في الindex بتاع الJ. حلو، إزاي أعرف أكتب الcondition ده؟ أنا هاجي أقول يبقى أنا الnums في الI بequal الnum وفي الJ. لو الشرط ده اتحقق يبقى الarray بتاعتي فيها doublets. في الحالة دي أنا محتاج منّي عارفين إيه، أقول له أيوه true الarray دي فيها duplicates. طيب لو الloop دي دخلت كلّها اتنفّذت وما فيش أي duplicates يبقى return إيه؟ return false بتاعتي عادي جدًا. طيب
إزاي نجرّب الكود ده؟ حلو، تعالَ نجرّب. لو جيت مثلًا ندخل الدكتور للcontrols الapplications بتاعتي وبعتها ال1 وال2 وال3 وال4 أتوقع إنها ترجّع true والّا false؟ ما فيهاش duplicates فترجّع false. طيب لو أنا جيت هنا كتبت 1 بحيث اللي هي ترجّع duplicates هي كده الarray دي دلوقتي فيها duplicates يبقى أنا select اللي يرجّع لي إيه true. تعالَ نجرّب الكود بتاعنا هل هو شغال والّا لأ؟ contains متوقع جدًا false وtrue يبقى الكود ده شغال، الكود ده تمام صح، صح، بس كده. هو ده الحل اللي إحنا هنحلّله النهارده. طب هل الحل ده حلو؟ الحل ده وحش جدًا، الحل ده ما ينفعش جدًا. طيب إيه الحلول التانية اللي عندي ممكن أفكّر فيها؟ طيب الحل التاني اللي إحنا ممكن نقوله إن إحنا نفس الarray دي فيها الأرقام من 1 ل4 هاcreate object ده هاضيف فيه key وvalue key وvalue الvalue مش هتفرق معايا حاليًا، أنا ممكن أضيف بس الkey الvalue أيًا كان هنحطها بtrue عادي. طيب هاضيف ال1 طيب الloop اللي بعدها هاضيف ال2 هل ال2 موجودة في الobject؟ لأ، فهاضيف ال2 طيب هل ال3 موجودة في الobject؟ لأ، فهاضيف ال3 طيب هل الواحد موجودة في الobject؟ أقول لك أيوه، الواحد موجودة في الobject إذًا الarray دي فيها duplicates على طول من غير ما أكمّل، بس كده. يبقى أنا هنا في الحالة دي ما احتجتش إن أنا أروح أcheck على الواحد وأشوفها بتساوي والّا لأ، وأروح أcheck على الاتنين أشوفها بتساوي والّا لأ، وأروح أcheck على لأ، أنا مش محتاج كل اللفة دي، أنا خلاص أنا وصلت للرقم اللي أنا عايزه، فهو ده اللي أنا محتاجه. طيب نعمل إزاي ده كcoding؟ تعالَ نسمّي مثلًا دي مثلًا level 1 وتيجي نعملها كفكرة. طيب لو أنا عملت function اسمها contain duplicate level 2 والfunction دي بالنسبة لي بتبقى النوع أوكي، وهاعمل object هاسمي مثلًا object اسمه مثلًا scene scene ده object فاضي. طيب الscene ده هاشتغل على إيه؟ أو أنا هاشتغل الأول على الarray بتاعتي، طب إزاي أشتغل على الarray بتاعتي؟ for let الnum وفي أنا كده ماسك الأرقام بتاعتي. طيب إزاي أضيف الرقم ده جوّه الarray جوّه الobject بتاعي؟ فأنا هاجي هنا أقول له الsين للnum اللي هو الkey هيبقى بيساوي مثلًا true طيب أنا كده ضِفت الرقم في الarray بتاعي. أنا قُلت إيه الcondition اللي كان عندي؟ إن أنا الkey ده موجود جوّه الobject طيب عايز أcheck إزاي إن الرقم ده موجود جوّه الobject؟ هاقول له if الnum إن الsين return true طيب إيه اللي أنا عملته هنا دلوقتي؟ أنا جيت قُلت له ضيف الواحد، لقيته؟ ما لقيتوش، ضيف ال2 أنا جيت قُلت له ضيف الواحد فراح داخل الcondition ده اتحقق؟ لأ، فراح داخل ضايفه. طيب جيت تعالَ على الاتنين، تعالَ بُص هل الcondition ده اتحقق؟ لأ ما اتحققش، خلاص ضيفه. ال3 نفس القصة ده. طيب نيجي عند الواحد، هل الواحد موجود جوّه الobject؟ أيوه موجود، يبقى الcondition ده اتحقق، يبقى هاreturn دلوقتي. عامل return true true طيب الcondition ده لو ما اتحققش والobject والarray بتاعتي خلصت خلاص return وبعد كده بالنسبة لي كده خلاص. طيب عايزين نتست برضه الكود ده، هاخد duplicate دول كده، تعالَ نكتب مثلًا تعالَ نسميها تعالَ مثلًا نقول له إن ده level 1 تعالَ نحط ده هنا ونسمي ده level طيب هل الكود ده شغال؟ شغال زي الفل level 1 false true level 2 false وtrue طيب. تعالَ نحل بقى بطريقة لذيذة أوي، سريعة أوي، من الآخر، عشان بدل بقى نوفّر على بعض الشغل ده كله. لو أنا جيت قُلت duplicate level 3 تاخد الnums إيه الحل التالت؟ الset إيه هي الset؟ الset عبارة عن array بس ما فيهاش duplicates ما فيهاش duplicates طيب أو لو في ما بتبقاش duplicates أو لو في duplicates بتشيلها. طيب إزاي أعمل حاجة زي دي؟ مجرد إن أنا set وأبعت له الlong بتاعتي وأقول له الarray دي شوف لنا الlength بتاعها، وهل الlength بتاعها لو الlength بتاعها ما بيساويش
Lambda defense خلاص، يبقى أنا كده خلصت، هو ده الحل، سطر كود واحد. طيب عايزين نتست برضه، هتبقى نفس القصة، نفس القصة. sorry، ما عملناش تيست عليهم، دي اتنين عشان برضه نبقى إيه، نرجّع نفس الحاجة، ودي ال3 level 3 بس كده. false true، false true، false true، بس كده. هي دي ال3 حلول اللي كانت إيه، كانت معانا النهارده. أنا عارف المسألة ليها أكتر من حل وليها أكتر من فكرة كمان، بس لو عندكم الأفكار بتاعتها ممكن تكتبوها لنا في الcomments و وتشاركونا بيها. الكود برضه هارفعه على GitHub لو حابين تبُصّوا عليه أو تاخدوا منه أي فكرة. بس كده، نشوفكم المسألة الجاية إن شاء الله. سلام.